عليكم. كما كنتوا تشوفوا يعني هذه الصور هي الكيكه بالشوفان. كيكه رائعه سهله وخفيفه. في اناء نحط بيضه، نزيد عليها 3 ملاعق من السكر. طبعا الكيكه راح تكون شوي ماهيش طالعه بزاف، لا بغيتوها تكون عاليه وتكون كيكه عاليه بزاف ضاعفوا المقادير. 3 مغارف من السكر حبيبات عادي. نخلط مليح، لكن هنا شوفوا بالطريقه اللي راح نخلط بها. راح نحكم الفوين نحطها في وسط يديا ونحركها بين يديا مليح باه تحرك لي وكاني راني نخلط باتور. تقدري ديري الباتور هذه فقط للطريقه الناس اللي تحب تطلع الكريم شانتيي ولا البيض دون استعمال المضرب الكهربائي. نخلط مليح هذه الطريقه حتى يولي لي الخليط ابيض. شوفوا فقط به هو ولا الخليط ابيض عادي. نضيف باقي المكونات، هي كاس غير ربع من الحليب، كاس غير ربع ماشي كاس مملوء جيدا. ونحط ونبقى نخلط يعني بسرعه حتى يتجانس الحليب مع البيض. نحط على دفعات مره اولى وثانيه وثالثه. لو كنتوا اول مره تشاهدوا القناه ما عليكم غير جمع الفيديو متابعه القناه ومشاركه الوصفه مع الاصدقاء. ما تنساوش ضغط الجرس باه يوصلكم كل جديد من القناه. كي نكمل الكاس تاع الحليب راح نضيف عليها ربع كاس من الزيت. ربع كاس. راح نعطيكم المقادير بالملعقه شحال يجيو بالضبط. حوالي 7 ملاعق جاوني 3. نعم جاوني حوالي 7 معالق بالضبط من الزيت. نخلط دائما جيدا، خاصه الزيت لازم نخلطها مليح باه ما تجينيش الكيكه تاعي ميدمه من الداخل وطيب لي خفيفه. قلت تقدري تضعفي المكونات لا بغيتيها كيكه كبيره ولا كان المول تاعك يعني صغير. الكيكه تاعك راح تجيك سوا. 2 مغارف من الكاوكاو محمص به بقشوره ومرحي، و2 مغارف من الشوفان. كميه بسيطه كما راكم تشوفوا من المكونات، ماهيش مكونات يعني اللي صعيبه. ملعقه من الفانيلا. نكمل دائما الخلط. قلت الكاوكاو راح يكون بقشوره، تقدري تستغني على القشور يعني تاعو وديري بصح انا نحب النكهه تاع القشور تاعو. 3 معالق وندير 3 معالق من الفارينه يكونوا كبار، ونزيد عليهم كيس من خميره الحلويات. كيس خميره حلويات. هنا الفرن لازم يكون يعني نغربلها والفرن يكون شاعل على 180 درجه. دائما نسخنوا الفرن في بدايه العمل، ما نخلوش لاخر دقيقه وما نخلوش تاعنا يستنى. درت 3 مغارف وكملت الرابعه. والان راح ندير نصف ملعقه من البيكربونات الغذائيه. نصف ملعقه كما راكم تشوفوا صغيره من البيكربونات. ونكمل الربع معالق تاعي كامل نتاع فارينه ونخلطهم مليح مليح مليح. ما تنساوش تخلوا تعليقات في حال ما فهمتوا اي شيء من الوصفه، وفي حال ترك تشجيع يعني للاستمرار في نشر الوصفات. نكمل الملعقه الرابعه. انا درت 4 مغارف قد يكونوا كبار. هنا في مول، المول يكون يعني تاع توست. بالنسبه لي انا المول تاعي جاني طويل، يعني المول تاعي كبير جاتني الكيكه مش طالعه بزاف. يعني لو يكون المول تاعكم صغير او دائري اي مول تحطي فيه، لكن انا اخترت باه تجيني بهذا الشكل. نحطها في المول يكون مدهون بالزبده وفيه ورق الزبده. راهي طابت يعني خذت شويه وقت، خليتها على 180 درجه. خلوها على حسب الفرن تاعكم طيب مليح. شوفوا كيف خرجت يعني حتى تخرج لي اللون يعني هذا اللون البني اللي نتحصل عليه، اللون الاحمر تاعها كما راكم تشوفوا ناشفه من الداخل. يعني متاكده بلي راهي طايبه مليح من الداخل. كتشوفوها طابت مليح وحمار والجوانب تشعلي لها من فوق. راح نقلب لكم الجهه الاخرى باه تشوفوا كيفاش طابت من يعني الجهه اللي حطيتها عليها هذه، وهذه الجهه الاولى اللي طابت عليها. بالنسبه لي انا جات معوجه لانه الورق الطهي كان ما لصقليش مليح في القالب اللي طيبت فيه. انا بها خرجت طابت معوجه بهذا الشكل كيما شفتوا. هذا الشكل تاعها اللي جاني معوج، لكن لا بأس. راح نشربها بشويه يعني ماشي نشربها ولا نسقيها، فقط بالبانسو شوي من العسل ونمشي عليها. تقدري ديري المربى او تقدري ديري يعني شوكولا، ولكن من الاحسن انك ما ديري الشوكولا لانه راح يروح الطعم الاساسي تاعها. هي طعمها الان بالشوفان والكاوكاو عندها طعم رائع. من الافضل ان ما نضيفوش اضافات اخرى اللي تضيع الطعم مثل الشوكولا. راح ندهنها كامل بالبانسو بواسطه العسل فقط. يعني العسل يكون خفيف شويه وما يكونش وما نكثرلهاش العسل لانه هي اصلا خفيفه. لو تكثري لها العسل راح ما عادش تقدر تقسميها. راح ندير لها من فوق تزيين فقط بالكاوكاو اللي بقى لي. قلت الكاوكاو تقدري تستغني على القشور تاعو، لكن انا نفضل في هذه الكيكه اني ما نستغناش عليهم. ما تنساوش جاوبوا الفيديو اذا عجبتكم الوصفه ومشاركتها مع الاصدقاء، واخذ الوصفه مكتوبه من صفحه الفيسبوك مطبخ وتدابير امان الله او انستغرام كويزين امان الله.
اذا هذه الوصفه تاعنا اللي كانت سهله وسريعه اليوم، كيكه بالشوفان، كيكه رائعه يعني. فقط لو ما كانش هذاك الشكل اللي خرج فيها يعني تاع الورق الزبده، ولكن في النتيجه كانت رائعه. راح نقسم لكم يعني باه تشوفوها كي راكم تشوفوا كيف خفيفه. يعني المذاق تاعها راح يجي كيما الخبز التونسي او خبز البي، ولكن هذه بالفارينه والشوفان، خفيفه جدا جدا جدا. راني قسمتها هنا وهي سخونه على بها راهي تفتت. خلوها يعني حتى تحكم روحها مليح، ومن بعد نقسموها باه ما تفتلناش وتروح لنا كامل مفتته. اذا لا عجبتكم الوصفه نعاود لكم، ما تنساوش كنتم اول مره تشاهدوا القناه ما عليكم غير بجمع الفيديو ومتابعه القناه ومشاركه الوصفه مع الاصدقاء، وايضا ما تنساوش ضغط الجرس ليصلكم كل جديد. اذا هذه الوصفه كما راكم تشوفوا جدني بزاف، كما قلت لكم خفيفه من الداخل، بزاف 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 خفيفه من الداخل يعني. قوامها رائع. إلى اللقاء الفيديو آخر إن شاء الله، وصفات أخرى إن شاء الله.